انت عارف انك ممكن في اي لحظه كده لو انت واحد من الناس اللي عندهم حشو في اسنانهم، وخصوصا لو حشو عصبي، وبدون اي مقدمات وانت بتاكل اي حاجه تلاقي ضرسك قام مكسور نصين، وللاسف الشديد وقتها هتضطر تخلعه. تعال اقول لك ليه بيحصل كده يا صديقي. لما تكون عامل في ضرسك حشو عصب، حشو العصب ببساطه بنشيل كل الاعصاب والاوعيه الدمويه اللي موجوده جوه الضرس وننضفه كويس جدا من محتوياته اللي جواه، ونحط مكانها ماده خامله اسمها ماده حشو العصب او اسمها جاتابرك. النتيجه والمحصله في الاخر ان الضرس ده ما بقاش فيه اوعيه دمويه خالص، وبالتالي ما بقاش بيوصل له دم، فما بقاش بيوصل له تغذيه. مع الوقت بيبقى ضعيف. يعني ايه ضعيف يا دكتور؟ يعني الخبط اللي بينزل عليه بشكل افقي اكتر حاجه ممكن تضره وتفلقه وتكسره نصين. فاحنا المفروض ان احنا نحمي الضرس ده من فوق. هنحميه بايه بقى؟ بحاجه من الثلاثه. يا اما هنحميه بحاجه اسمها دايركت كومبوزيت، وده حشو تجميلي هنغطي بيه الضرس كله من فوق، وبالتالي الضغط اللي هينزل على الضرس ده ينزل على الحشو اللي احنا عاملينه، مش ينزل على الضرس نفسه. يعني يبقى في حاجه تنقل القوه او تمتص القوه قبل ما توصل للضرس نفسه. فهيكون يا اما حشو تجميلي مغطين بيه سطح الضرس من فوق بالكامل، او حاجه اسمها اندو كراون او اوفرلي. نفس الفكره بالظبط، بس بتكون معموله من ماده تانية اللي هي الاي ماكس، بتغطي برضو سطح الضرس من فوق بالكامل، وبالتالي بتمتص الخبطات والصدمات اللي بتنزل على الضرس. وتالت حاجه ممكن نعملها وتساعدنا في الموضوع ده، لو ضرسك كان متبهدل قوي وفي حتت كتير جدا كانت مسوسه وعوضناها بالحشو، ان احنا نعمل له فول كافرج كراون. يعني ايه؟ يعني طربوش او تلبيسه تغطيه بالكامل. ساعتها الضرس برضو هنبقى حاميناه من اي خبطه هينزل فوقيه، وبالتالي هنبقى حامينا ثلاث حاجات. اولا حمينا مجهودك اللي انت جيت وتعبت جدا مع الدكتور علشان تخلص حشو العصب، ومجهود الدكتور طبعا، فمجهودك ومجهود الدكتور. وحمينا فلوسك، دفعت فلوس في حشو العصب اللي انت عملته ده. وثالث حاجه يا صديقي هنبقى حميناها وهي ضرسك، ان احنا حافظنا عليه وما سيبناهوش يتكسر. لان مفيش حاجه في الدنيا كلها هتعوض ضرس ربنا خلقه عندك ونعوضه بزرعه، ولا اي حاجه هتعوض اللي ربنا خلقه. عشان كده مهم جدا نحافظ على الضرس ده لاطول فتره ممكنه يعيش معانا، وخصوصا لو استثمرنا فيه وقت ومجهود منك ومجهود من الدكتور. حافظ عليه يا صديقي بعد حشو العصب، وغطيه بأي حاجة تحميه علشان ما يتكسرش ويعيش معاك أطول فترة ممكنة. لو وصلت معانا لحد هنا يبقى الكونتنت ده عجبك يا صديقي، فما تنساش تعمل لنا فولو علشان لسه اللي جاي كتير. واشوفكم على خير في فيديو جديد. كان معاكم دكتور عبد السلام محمد، وسلام.